شاهدوا هذه الأشياء التي يقولها نائب قائد لواء كفير في القناة 14. وصلنا إلى كيبوتز بئري، وهناك رأينا صورتان أساسيتان تظهران وحشية العدو، وإحداها روضة أطفال لا يوجد فيها شيء سوى البراءة، ولكن الأطفال هناك ذبحوا وقتلوا. أنت رأيت الأطفال؟ نعم، في بيت 8 أطفال قتلى. وصورة أخرى هي صورة جيني رحمها الله، وهي امرأة مسنة من كيبوتز بئري، ورأينا رقم التصنيف النازي محفورا على يدها، ويبدو أنها نجت هناك ولكنها قتلت لاحقا في كيبوتز بئري، ولا يمكنك أن تفهم ذلك. في الواقع لم يقتل 8 أطفال في بئري، قال الناطق باسم بئري، ولم يكن هناك أصلا امرأة اسمها جينيا. اسمعوا أمور أخرى قالها قبل فترة شخص أيضا من الجيش. كان هنا أطفال تم تعليقهم على حبل غسيل في صف واحد. المشهد كان مريعا، لقد صدمني، ولا يمكنك أن تفهم ما الذي تراه. هل هذه صورة؟ هل هي واقع؟ لقد كان صعبا جدا أن أرى ذلك. بوسكيلا يقول على حدث في كفار عزة، ولكن في كفار عزة قالوا أن هذا الحدث لم يحصل أبدا. وبالمناسبة هذا بوسكيلا قال ذلك، وقيل له أن هذا غير صحيح، ولكنه عاد وكرر نفس الأمر في جولة مع الصحفيين الأجانب الذين جاءوا إلى المكان. واسمعوا ما قاله الناطق باسم الشرطة للصحافة الأجنبية. امرأة حامل شقوا بطنها. الأمر مريع همجي، هذا ليس عرض نتفليكس، لا، هذه حقيقة. أيضا هذا لم يحصل. نعم، حصلت الكثير من الأمور الوحشية والتي يمكن أن تجري ضد البشر في 7 أكتوبر، ولكن لماذا يقومون بقول هذه الأشياء التي لم تحصل؟ أنا أفترض أنه من أجل تصوير وتضخيم العداوة لحماس. نعم، ولكنهم جديون، يخترعون هذه الأحداث. ربما هم سمعوها كإشاعة، ولكن الأمر المهم جدا هنا المكان والجبهة ليست فقط عسكرية وسياسية، بل أيضا إعلامية، ولست متأكدا إن كانت ليست هي الأهم. أيضا بالنسبة لرئيس الحكومة، أيضا في اتحاد الإنقاذ نشروا هذه القصة غير الحقيقية، أن طفلا وضع داخل فرن. نعم، وأنا سمعت ذلك. نعم، أنهم ربما الناس حين يتعرضون للصدمة يخترعون مثل هذه الأشياء. وكما قال لي أحد أفراد العائلات، قال لي هل رأيت مختصا نفسيا؟ فقال لي سوف أفعل. نعم، ولكن يجب أن نكون حذرين جدا. التوثيق والدقة في هذه القصة هي ذات أهمية كبرى. أكيد التفاصيل معك معز، تفضل. نعم أحمد، هذه من المرات القليلة جدا التي كان هناك اعتراف بعدم صدق الروايات التي قيلت. لاحظ هنا التبريرات التي قالها الضيوف بخصوص لماذا تم نسج هذه الأقاويل، والتي قال الرجل أنها لم تحصل. قالوا أولا، المتكلم الأول قال هذا جزء من الجبهة الإعلامية، يعني هو يبرر إطلاق هذه المزاعم من أجل كسب الرأي العام. السيدة أيضا قالت أنهم كانوا يعني تحت تأثير يعني نفسي من المشاهد التي رأوها. وثالث قال أنهم ربما سمعوها كإشاعة ولم تحصل حقيقة. ولكن المشكلة أن هذه التصريحات صدرت كما قال عن نائب قائد لواء. الأمر الثاني وهو ذا أهمية كبيرة، أن مثل هذه الإشاعات هي التي غذت كل الحرب الإسرائيلية في غزة.